في هذا العصر اللي ولينا فيه ولا كلشي تيسوق النجاح على انه سهل، على انك اجد وانجح. النجاح دغيا بين ليلة وضحاها غتنجح. ولكن واش هذه حقيقة مطلقة ولا غير كذوب ولا غير تطلق على هكاك وصافي ولا بنادم تيقولها؟ المهم اليوم غنقول لكم على الجانب المخفي ديال النجاح، ولا الحقيقة اللي ما تيقولوهاش لك على النجاح، ولا الجانب المظلم ديال النجاح. غنقول لك على المحطات اللي خاصك انك دوز منهم قبل ما تلقى راسك بلي انك ناجح. دوك الحوايج اللي غدوز عليهم غتنجح. الجانب المؤلم ولا دوك الصعوبات اللي تتواجههم في طريق النجاح، او شنو هما الحوايج اللي خاصك دوز منهم باش انك تنجح، اللي داز منهم اي واحد نجح. المهم مرحبا بكم في لا فيديو ديال اليوم اللي غنهضر فيها على كما قلت الجانب المظلم او الجانب المخفي اللي ما تيهضروش عليه على النجاح. اول حاجه غنتطرقوا ليها هي انه في هذا العصر تيبينوا لنا على انه كاين نجاح سريع، وانا تنقول بلي ان هذا وهم. ما كايناش شي حاجه سميتها النجاح سريع. النجاح واحد القضيه باش نعرفوها، النجاح ماشي سهل، النجاح ماشي سهل، النجاح صعيب. النجاح ماشي سهل، النجاح صعيب، ولكن ماشي مستحيل. بمعنى انه النجاح ممكن ولكن ماشي سهل. النجاح تياخذ الوقت، النجاح خاصو السفن. يعني باش نتفقوا النجاح سريع ما كاينش، النجاح تياخذ الوقت، اي حاجه تاخذ الوقت. باش انك تقول لي بين ليله وضحاها غتنجح او لا النجاح السريع، هذه واحد الحقيقه فهمتي، غير لا نقولوا بلي انها كذبه، اما هذه القضيه ما كايناش في الاصل. اي حاجه كما كانت تاخذ الوقت. النجاح حتى هو تياخذ الوقت، خاصو السفن. النجاح بحال قلتي هو ماراثون ماشي سباق، فهمتي؟ بما ان الرساله تكون وصلت. يعني النجاح سريع ما كاينش، وكما تيقولوا ديك الحاجه اللي تجي دغيا تمشي دغيا، الحاجه اللي تجي دغيا تمشي دغيا، الحاجه اللي تطول ما تجيش دغيا، ما تجيش بالساهل. يعني هذه النقطه واضحه، نتمنى انها تكون واضحه. النجاح تياخذ الوقت، ما كاينش النجاح سريع. علاش باش تياخذ الوقت؟ انك دير شي فيزيك مزيان، شي فورمه مزيانه تاخذ الوقت. انك دير شي بروجي، شي بيزنس، شي حاجه تكبرها تاخذ الوقت. انك دير وليداتك تاخذ الوقت. اي حاجه تاخذ الوقت، ما كايناش شي حاجه اللي غير اجي بين العشرين وضحاها وانت وليتي واحد الشخص اللي ناجح ولا حققتي واحد الحاجه ولا واحد الانجاز. مثلا تلقى واحد مثلا ديال كمال الاجسام، واحد البطل تيشارك في واحد البطوله، تلقاه تيبريباري ليها عام، تاخذ الوقت. فهمتي؟ عاد يقدر يطلع معايا في ديك لاسين، عاد تشوف واش غينجح ولا واش، فهمتي، واش ربح ولا خسر. بناء على هذه النقطه تكون. النقطه الثانيه هي انه قبل ما تنجح تجيك واحد المرحله ديال الشك. تتقول لا، هادشي اللي بغيتو ما عرفتش واش غنوصل ليه، هاد القضيه صعيبه ما يمكنش انني نوصل لها. تتشك في راسك، تتبغي صافي تكيتي، صافي تحيد داكشي، ما تبقاش تما في ديك الحاجه اللي بغيتي. تيجيك الشك، تتشك، تتقول لا، فهمتي؟ تشوف شي حوايج، تشوف داكشي اللي تيوقع عليك في الحياه ديالك، دوك الحوايج اللي تيوقعوا عليك، تتقول بلي صافي. المهم تيدخلك الشك، تتقول بلي انني ما نقدرش ننجح، ما نقدرش ندير هذه الحاجه، وتتفكر انك تكيت. وبغيت غير نقول لكم على ان الشك ضروري يجي. اي حاجه كما كانت غتشك، داك الشك غيجي. بغيتي تبدا بروجي، بغيتي دير اي حاجه، فهمتي؟ تجيك واحد المرحله، واحد لافاز تشك في راسك، تقول لا، هذه القضيه صعيبه ما يمكنش انني نديرها. المهم تشك. بغيت غير نقول لكم بان هذه واحد الحاجه اللي طبيعيه، في نورمال وغتجي، ولكن فهمتي غير تجاوزها. الشك في راسك. اي واحد نجح في واحد المرحله يشك في راسو. المرحله الاخرى اللي بغيت نهضر عليها اللي هي الفشل. الفشل ضروري. الا ما كانش الفشل ما كانش النجاح. الا ما فشلتيش ما نجحتيش. اي واحد نجح فانه فشل. بحال قلتي الفشل واحد الدرجه ضروري انك تحط عليها رجليك باش انك تطلع النجاح. يعني دير في بالك بلي انك واحد النهار غتفشل، خاصك تقبلها. دير في بالك بلي انك غتفشل، واحد النهار غتفشل. الفشل ضروري انك تدوز من واحد المرحله ديال الفشل قبل ما تمشي لواحد المرحله ديال النجاح. الفشل ضروري، امر مهم. لذلك الا انت فاشل هذه تقبلها واعرف بلي انا واحد الحاجه اللي عاديه. من بعد الفشل تيجي النجاح. يعني خاصك انك تكون غتقبل هذه الحقيقه باش انك غتفشل واحد النهار، فهمتي؟ حيتاش الفشل اي واحد نجح الا هو انه فشل. الفشل تتبعو نجاح. الا ما فشلتيش ما غتنجحش. يعني خاصك انك دير براسك بلي انك الفشل واحد الحاجه اللي طبيعيه، وغتجي واحد المرحله من الحياه ديالك غتفشل فيها. واحد المرحله في الحياه ديالك غتفشل فيها، هذه تقبلها وكون على يقين. غتفشل في واحد المرحله في الحياه ديالك. نتمنى ان النقاط اللي هضرنا عليهم يكونوا واضحين. وواحد الحاجه اخرى اللي هي الوحده. غتلقى راسك في الطريق ديالك للنجاح منعزل، ولا غتلقى وحدك، غتلقى بوحدك. كاينين من جوج جوايه. الجهه الاولى او الزاويه الاولى هي انه صعيب انك تلقى واحد الشخص اللي عنده دوك الاهداف ولا ديك الحاجه اللي بغيتي توصل لها. الا لقيتي شي واحد ولا شي صديق تتلقى بلي انه تيعطلك على ديك الحاجه اللي بغيتي انك دير. كلشي سوا تيقول لي، فهمتي، تخرج معاه، تبغي تخدم على شي حاجه تيقول لك يلاه نمشيو لهنايا. المهم كاين واحد النوع ما عندوش دوك الاهداف اللي عنده، فهمتي؟ يعني تتكون انت مضطر انك تخلي على داك الشخص.
انك تخلى على داك الشخص ولا دوك الاشخاص اللي تتشوفهم بان هما لا يقينش ليك وما غيعاونوكش ولا غير تيعطوك باش انك تنجح. ومن الزاويه الثانيه هي انه فاش تبغي انك تنجح ولا فاش تبغي انك دير واحد الحاجه، كون على يقين بلي انك غتبقى بوحدك، بمعنى انه ما كاين حتى شي واحد اللي غيشجعك، ما كاين حتى شي واحد اللي غيسيبورتيك. خاصك تسيبورتي راسك براسك، انك تشجع راسك براسك، ما تسناش شي واحد يشجعك. هاد القضيه ما كاينش، ما كاين حتى شي واحد اللي غيشجعك. انا هاد القضيه تنقولها لك فهمتي عن تجربه، ما كاين حتى شي واحد اللي غيشجعك، ما كاين حتى شي واحد اللي غيقول لك هاك سيرها دير هاد الحاجه هادي ولا راك غادي مزيان ولا تيشجعك باش انك دير واحد الحاجه. غتلقى راسك بوحدك، غتلقى راسك، ولكن ما خاصكش انك تخلى على الاهداف ديالك وداكشي اللي بغيتي انك توصل ليه. خاصك انك تشجع راسك براسك. المهم خاصك انك تعرف بلي انك غتكون وحيد فاش تبغي انك تبدا شي بيزنيس شي بروجي، انك تبغي دير شي حاجه شي تغيير ولا تبدا واحد الحاجه ولا غتنتقل لواحد المرحله في الحياه ديالك، فكون على يقين بلي ان حتى شي واحد ما غيشجعك. انت خاصك انك تشجع راسك براسك، ما كاينش شي واحد اللي غيشجعك. يعني اللي خاصك انك تشجع راسك براسك، يعني هذه القضيه خاصك ديرها في بالك بلي انك غطيح فيها. والحاجه الاخرى اللي بغيت انني نشير ليها هي انه الملل في الطريق ديال النجاح تيجيك الملل، حيت تتعود نفس الروتين، تتعود نفس الحوايج كل نهار، الصلاه الخدمه لونطريمون، تتعود نفس الروتين. يعني تجي واحد المرحله فهمتي تتحس بواحد النوع من الملل، تيجيك الملل في طريق النجاح. ولكن فهمتي هذا هو الثمن ديال طريق النجاح، ضروري انك تحس بالملل. الملل واحد الطريقه، واحد الحاجه اللي طبيعيه في طريق النجاح تجيك باش تتعود كما قلت نفس الروتين. وهذا الشيء اللي كاين. المهم نتمنى ان هاد النقط اللي هضرت عليهم انهم يكونوا واضحين. كما قلت الفشل ضروري منه، الملل، الوحده، العزله. والحاجه الاخرى اللي بغيت نهضر عليها هي انه باش انك تنجح خصنا نهضروا على الانضباط لا ديسيبلين، اللي هي انك بعد مرات تتبغي انك دير واحد الحاجه والمراد ديالك ما تكونش عندك مثلا الكنا ولا تقول لا انا عيان انا مريض كاين الشتاء الى اخره. وحنا باش ننجحوا ما خاصناش هاد الاعذار هادو، خاصك انك واحد الحاجه خاصها تدار، يعني خاصك انك ديرها رغما عن كي دايره، واش كاين الشتاء واش كاين الشمس فهمتي، واش كاين الصهد واش ما عندكش الكنا واش عندك الكنا، واحد الحاجه خاصها تدار، يعني خاصها تدار، خاصك انك تخدم، يعني خاصك انك تخدم واخا يكون فيك النعاس واخا تكون عيان ما فيكش لي نوض، خاصك انك تنوض انك تخدم. الا ما كانش الانضباط ما غيكونش النجاح. يعني خاصك انك تعلم انك تكون واحد الشخص اللي منضبط، انك تكون فهمتي واحد الحاجه خاصها دار، يعني صافي خاصها دار، ما تناقشوش فيها، ما كاين لا نقاش فيها، خاصها دار، يعني خاصك انك ديرها كون سوا كنت عيان، كون سوا ما فيكش، كون سوا فيك النعاس، كون سوا ما تقدرش، كون سوا كتحس براسك ما تقدرش ولا ما عرفتش نامبورط، خاصك انك دير ديك الحاجه، خاصك انك تكون واحد الانسان اللي منضبط. اي شخص تشوفه على انه نجح ولا وصل لواحد المرحله اللي مزيان الا هو انه واحد الشخص منضبط. ما بين الاسرار ديال النجاح هما الانضباط، انك تكون واحد الشخص منضبط، يعني خاصك تعلم هذه الحاجه. الا ما كانش الانضباط ما غيكونش النجاح. والحاجه اللي ملاصقه مزيان اولا مع هذا الانضباط هي الاستمراريه، وانك خاصك تكون واحد فهمتي، تكون واحد الاستمراريه في اي حاجه كما كانت بغيتي توصل فيها واحد الريزولتا، خاصك انك تكون فيها مستمر، انك تستمر فيها. الا ما كانش الاستمراريه ما كاينش النجاح وما كاينش واحد النتيجه وما كاينش واحد الانجاز. يعني ما خاصكش انك تبدا واحد الحاجه وتقطعها، انك تبدا واحد الحاجه وتقطعها، انك تبدا وتقطع، لا، خاصك انك تبدا واحد الحاجه وتستمر فيها، تستمر فيها واحد المده اللي كبيره عاد بيبان لك النجاح. حيت النجاح راه ماشي بين ليله وضحاها، بين عاد في قلة طلعت تلقى راسك بلي انك ناجح ولا في شهر ولا في شهرين. كاين اللي فهمتي اللي نجح على 50 عام، كاين اللي نجح على 60 عام فهمتي. يعني النجاح فهمتي هذه القضيه لا نقاش فيها حتى هي خلوق. والاستمراريه انك تكون مستمر، انك تبقى دير نفس الحاجه لواحد المده اللي طويله عاد بيدير نجاح. مثلا الا بغيتي انك تحفر واحد البير وتحفر واحد شويه في واحد البلاصه فهمتي، واحد شويه تنتقل لبلاصه اخرى تحفر فيها واحد شويه، غتلقى كل قطعه تحفر فيها شويه، ولكن عمرك غتجبد الماء، عمرك غتحفر داك البير. يعني باش تحفر داك البير خاصك انك تبقى تحفر في نفس البلاصه، انك تحفر 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 حتى تلقى داك الماء. اما الا بغيتي انك مثلا تبدا هنا الحفير ديالك وتقطع تمشي لبلاصه اخرى تبدا الحفير وهكا وهكا وغدا، فكون على يقين بانك عمرك غتوصل للماء، عمرك غتحفر واحد البير. بمعنى انه خاصك انك تكون مستمر، انك تبقى تدير واحد الحاجه، تبقى ديرها تبقى ديرها تبقى ديرها حتى تيبان لك فهمتي ديك الحاجه اللي بغيتي، او لا واحد الريزولتا ولا واحد النتيجه ولا داكشي اللي بغيتي انت. يعني الاستمراريه حتى هي ضروري انك تكون واحد الشخص اللي مستمر. وهذا الشيء. والحاجه الاخرى اللي بغيت نقول هي انه النتائج تياخذوا الوقت، النتائج باش يبانوا تياخذوا الوقت، النتائج تياخذوا الوقت. ما يمكنش انك تبدا واحد الحاجه وبغيت انك تشوف نتيجه في واحد فهمتي واحد المده اللي وجيزه. النتائج تياخذ الوقت، يعني خاصك انك دير في بالك بانك خاصك انك تخدم من ان النتائج ما يبانوش، ولكن انت خاصك انك تكمل، كون على يقين ودير في بالك بان النتائج تجي معطله، تجي متاخره النتائج. يعني ماشي غير انك تبدا واحد الحاجه وما تشوفش واحد النتيجه ولا واحد الريزولتا وتكيدي، لا، خاصك انك دير في بالك بان النتائج
فهمتي، تيتعطلوا هما غيجيو ولكن غيتعطلوا تياخذوا الوقت. يعني انت لا شنو خاصك دير، انك تركز على البروسيس، وما تسوقش النتائج غيجيو في واحد النهار. انت ما تركزش ولا ما تركزش مع النتائج، خليك انت مركز مع البروسيس، مع انك دير ديك الحاجه اللي خاصها دير، انك دير واحد الحاجه اللي خاصها دير اللي غتوصلك لدوك النتائج. مثلا بغيتي انك دير فورمه، خاصك انك تركز على انك تاكل ماكله نقيه، ماكله صحيه وترين. انت ما يمشيش بالك كيما غيبانوا لك لي زابدو مثلا ولا البيسيبس الى اخره. ما خاصكش تمشي مع النتائج خاصكش تمشي، فهمتي، اخر حاجه تمشي معها هي النتائج. انت خاصك انك تبقى تريني كل نهار، تاكل ماكله مزيانه كل نهار وكارديو كل نهار. مع الوقت غيبان لك البيسيبس، غيبانوا لك لي زابدو وكلشي. يعني انت خاصك انك تنسى النتائج وتركز على ديك الحاجه اللي خاصها تدير اللي غتوصلك لدوك النتائج، داك البروسيس. نتمنى ان هادشي اللي هضرت عليه يكون واضح. دونك هاد النقط ضروري انك دوز منهم باش انك توصل لواحد النجاح ولا واحد الحاجه. كما قلت، الحاجه الاولى هي ان النجاح السريع ما كاينش، النجاح تياخذ الوقت، الفلوس تياخذوا الوقت، البروجي تياخذ الوقت، اي حاجه تاخذ الوقت. الحاجه الثالثه هي انه الفشل ضروري انك تفشل في واحد المرحله معينه من الحياه ديالك، هذه يكون على يقين والسوغ سيغتان انك غتفشل في واحد لافاز من الحياه ديالك. الحاجه الاخرى هي انه غتكون وحيد، ما غتلقاش اللي غيسيبورتيك، ما غتلقاش اللي غيشجعك. يعني خاصك انك تشجع راسك براسك، انك تشد بيديك، انت خاصك تشد بيديك، ما كاين حتى شي واحد اللي غيشدك بيديك. والحاجه الاخرى هي الملل، هو انه الملل تيجي في طريق النجاح. الحاجه الاخرى هي انه النتائج خاصك انك تخدم وتعرف بان النتائج تياخذ الوقت، تيستغرق الوقت عاد تيبانوا. انك تكون واحد الشخص اللي منضبط، الانضباط ضروري في طريق النجاح، الاستمراريه حتى هي، والملل غدوز منه، والشك. والحاجه الاخرى اللي بغيت نختم عليها هي انه غيضحكوا عليك، فاش تبغي انك تنجح عرف بلي انه غيضحكوا عليك. اي حاجه بغيتي انك تبدا في الاول غيضحكوا عليك، بغيتي انك دير واحد الترانسفورماسيون مثلا غيدو، بغيتي انك ترقى غيضحكوا عليك. الا كنتي مثلا رقيق بغيتي انك تزيد الوزن غيضحكوا عليك، بغيتي انك تبدا شي بروجي غيضحكوا عليك. اي حاجه بغيتي انك ديرها كون على يقين بلي انه غيضحكوا عليك وتقبل هذه الحقيقه. بنادم غيضحك عليك ولكن انت ما تسوقش حتى الاخر وغتضحك عليهم، خليهم هما يضحكوا في الاول وانت تضحك عليهم في الاخر. فهمتي، دير في راسك بلي انه غيضحكوا عليك ولكن انت ما تسوقش. اي حاجه بغيتي انك تبداها كون على يقين بلي انه غيضحكوا عليك، ولكن انت ما خاصكش تسوق لهاد الحاجه هذه. انا قلت لك هاد القضيه هذه باش انك ديرها في بالك، ماشي باش انك تبدا واحد الحاجه وتشوف بنادم تيستهزئ ولا فهمتي تيتنمر عليك ولا تيضحك عليك وانت تمشي معاه، ولا انك تكيتي ديك الحاجه. لا، حاجه بغيتي انك ديرها ما تسوقش لبنادم ودير في بالك بلي انك غيضحك عليك. وهذه واحد الحاجه اللي مهمه، فهمتي، اللي قانون في الحياه. اي واحد دار واحد الحاجه في الاول ضحكوا عليه، اي واحد بغى يدير واحد الحاجه في الاول تيضحكوا عليه، هذوك اللي دايرين بيه تيضحكوا عليه. ولكن انت ما خاصكش انك ترد معاهم البال، انك انت تديها في داك الشيء، في داك البروسيس اللي غيوصلك لديك النتيجه اللي بغيتي. وما تردش، فهمتي، خليهم يقولوا اي حاجه بغاو، انت ما تسوقش، انت ما عندكش وقت انك تسوق لهم، ما تدورش لجهتهم نهائيا. انت ركز، انت بحال قلتي غادير شي درجات هكا وغتشوف الهدف ديالك وغتقاتل عليه. اي واحد بغى يقول اي حاجه بغى يقولها انت ما على بالكش، ما تسوقش لهم. نتمنى ان النقطه حتى هي تكون واضحه. دير في بالك بلي انهم غيضحكوا عليك فاش غتبغي تبدا اي حاجه كيما كانت غيضحكوا عليك، ولكن انت ما تسوقش حتى الاخر غتضحك عليهم. خليهم هما يضحكوا في الاول وانت غتضحك عليهم في الاخر. الامور والمسائل باينه واضحه تمام مروضه. نتمنى ان هاد النقاط اللي هضرت عليهم في هذا الفيديو هذا يكونوا واضحين وتاخذوهم بعين الاعتبار. كما قلت بلي ان جميع هاد المسائل اللي هضرت عليهم خاصك انك دوز منهم، ولا ضروري ولا بحال قلت محطات مفترق طرق النجاح، ضروري انك دوز منهم. غيضحكوا عليك، غدوز من الفشل، من الشك غتشك في راسك، من الاحباط، من الوحده، من الاستمراريه، من الانضباط، كلشي هادشي باش انك تنجح. الا ما كانش هادشي ما غتنجحش. يعني بغيت نقول لك انا على ان هاد الحوايج اللي غدوز منهم لان واحد الحاجه اللي طبيعيه، اي واحد نجح داز منهم واي واحد بغى ينجح غيدوز منهم. يعني انت ما يمكنش انك تخطاهم، ما يمكنش انك تفاداهم، هادو جزء من الرحله ديال النجاح. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه شي حاجه. نتمنى ان المهم نكون خفيف على قلوبكم، وصلت المعلومه، فسرت لكم كما يجب الفو. وهذا الشيء اللي كاين، تهلاو في راسكم. الا قدرتوا انكم تخليو معكم شي جيم ولا شي ابوني غتنفعونا بزاف. المهم يلاه بدينا لاشين، فهمتي، بغينا نكبروا العائله. وهذا ما كان، وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.